احنا ما يهمناش اوغندا، اسقندا، اوزلندا، ما نفهموا شيء. المنتخب متاعنا التونسي انتصر، مبروك علينا الانتصار، نفرحوا معاهم، نشجعوهم. كان خسروا خسروا، ربحوا ربحوا، ديما مع المنتخب متاعنا. راهو قلت لكم المنتخب التونسي مش تشوفوا اداء مغاير في البطوله العربيه عكس كاس افريقيا. قلتوا لي كيفاش؟ راهو المنتخب متاعنا تعرفوا شنو من الاخير؟ يحب لعنات. قلتوا مش ياكل 5 من البرازيل، كملنا الماتش 1-1 وكنا نستحقوا الربح. قلتوا بطولة عربية سهلة ومش نعملوا فيها معناها ما يتعملش، خرجنا من دوري المجموعات. ما هو قلت الكوب دافريقيا عند المغرب، المنتخب التونسي معنا منتخب ضعيف ومش مش عامل شيء. تفرجوا الاعصار والطوفان والجبروت اللي مش يدخل بيه المنتخب الوطني التونسي، شرح الكل. ما تنساش تخلي فولو باش يوصلك كل جديد، ونفرحوا كيما كل ديما بربح المنتخب الوطني التونسي بتاعنا. برافو تونس، برافو، مثل ما توقعتها تونس انتصر بالمباراة 3-1. ولكن تعالوا خلونا نتكلم عن المصير في المباراة القادمة. المباراة القادمة راح تكون مباراة صعبة، وخصوصا امام نيجيريا. هو نيجيريا 3 نقاط وتونس 3 نقاط، يعني راح تكون مباراة صعبة على الطرفين. ولكن بالنسبة للمباراة اللي عجبني في اداء تونس ان اول مباراة افتتح فيها و3-1، ولا ننسى ان حارس اوغندا صد تصديات كثيرة. يعني لولا سوء الحظ لكان تونس الآن طالع ب3 ب4 ب5 ب6 بعد إذا تبونها. ولكن مباراة جميلة، ألف مبروك لتونس. فللأمانة المباراة القادمة أمام نيجيريا تحدد إذا كان تونس بالقمة أو لا. انا هيني بحكي لكم من هسه المنتخب التونسي على نهائي كاس افريقيا. ايش تحكي انس؟ انا على تحدي مع الجميع. المنتخب التونسي هو راح يكون الحصان الاسود في كاس افريقيا، والكل محضره من تونس. تونس راح توصل لنهائي كاس افريقيا، وانا على تحدي مع الجميع. ارفع راسك يا تونسي بهيك منتخب، اقسم بالله. وصلت الرسالة، وصلت. المنتخب التونسي ما جاي بس حتى يشغل الكرة، لا، شفنا أداء ممتع، أداء جميل، أداء يمتع عينك من نسور قرطاج. لا 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 لا، شوط أول ممتع ممتاز. ألف مبروك لإخواني التوانسة، مربوحة يا الأولاد. تونس طرب ومتعة مع عاشوري، مع الصخيري، الله، مع بن رمضان. ما هذا الامتاع يا توان. المنتخب التونسي يحقق أول انتصار في افتتاح بطولة أفريقيا من 11 سنة. طبعا النسخة قبل اللي راحت انظلموا أمام مالي في حادثة الحكم اللي صفر 85. ألا توانسة، يا سلام إذا كنت تونسيا فاعمل الإضافة. وعاشوري نجم المباراة، والمنتخب التونسي يتصدر على تنزانيا ونيجيريا. أي جنون يا ابناء الخضراء. منتخب تونس مش معتمد حد في افريقيا، عايز كل الناس تقعد تتفرج على عزيمه واصرار وانتصار تونس في البطوله دي. منتخب تونس صاحب الامكانيات المتوسطه، بيدخل اي بطوله بيهزها، بالرغم ان في امطار كتيره والجو وحش والجو مش مساعد ولا الارضيه مساعده، انما تونس عايزه تكسب وعايزه تنافس. المنتخب الاوغندي مش عارف يشم نفسه من هجمات تونس عليه. نفسي منتخبي كمان يبقى عنده العزيمه والاصرار ده عشان يكسب. لو ما عندكش عزيمه واصرار عمرك ما هتشم المكسب في حياتك. والناس اللي هاجمتني في الفيديو بتاع المنتخب امبارح، انا مش بعيب في منتخبي، بس لعيبه منتخبي بتهد في تاريخ مبني بقاله سنين. بنصر منتخبنا وباذن الله نبني تاريخ جديد على ايد الراجل ده. منتخب تونس مش جاي المغرب يهزر، واللحظه كده ممكن تفتكر ان حضور جمهور تونس هو احلى حاجه في المباراه، بس مش ده الاجمل. لا، ان اللقطه دي كانت اجمل حاجه في مباراه تونس ضد اوغندا في كاس الافريقيه اليوم الثالث للبطوله. دي اجمل لقطه في البطوله لحد دلوقتي. يبقى منتخب تونس اللي الامطار مغرقه ملعب المباراه شالوا الجواكت بتاعتهم ولبسوها للاطفال اللي نازله في ايدهم. لقطه محترمه جدا جدا جدا، وحبيت فيها تونس اكتر ما انا بحبها يا اخي. ده ما كانش من ايمن دحمان حارس المرمى بس، لعيبه تونس كلها حرفيا قلعه الجواكت وبتلبسها للاطفال. عشان ما يفوتكش اللقطات دي كلها وتتفرج على مباراه تونس واوغندا وكمان بث مباشر لكل مباريات كاس الافريقيه، ادخل على اللينك في البايو دلوقتي. منتخبنا التونسي اللي يحتاج 10 دقائق فقط قدام اوغندا عشان يسجل الياس صخيري اول اهدافه، بعدها بيرجع الياس عاشوري يسجل الثاني للتوانسه. حضور جماهيري عظيم جدا، اذا كان من جمهور المغرب او حتى من جمهور تونس اللي مالي الاستاد تقريبا. تفتكر تونس فعلا تكون جايه المغرب عشان تاخد كاس ولا ايه؟ منتخب تونس بداية مقنعة في بداية الأفريقية. منتخب تونس آخر 5 نسخ ما يفوز في أول جولة، كسر العقدة وفاز في أول جولة في هالمباراة. دائما تونس تقدم بطولة أفريقية متواضعة، ما عدا عام 2019 وصلت النصف النهائي وحققت الرابع. لكن من سنوات ما شفنا تونس بهالإقناع في أول جولة في أي بطولة أفريقية. فنشوف مع مرور الوقت ومرور البطولة منتخب تونس قوي دفاعيا قوي، هجوميا يعني تونس لها فترة ما تمتلك راس الحربة القناص اللي يحسم الأمور. والله لولا الأشغال اللي عندي إني أتابعها من الشوط الأول حرام. فاتتني الحين بقى أحاول أرجع ألحق على الشوط الثاني. ديما مربوحة تونس، والمعلق عصام الشوالي. وتونس يعني منتخب بلاده. خذ لك حماس، قسما بالله إني
بس فاتتني المباراة. برجع الشوط الثاني الآن أتابعها إن شاء الله تكمل. تونس ضد أوغندا 2-0. كيف مستوى تونس يا إخوان؟ مين مدرب تونس؟ إيش وضع تونس؟ آخر مرة شفت تونس ترى ما أتابعهم إلا كل أفريقيا أو في كأس العالم. تصفيات كأس العالم ما أتابعهم الصدق. بس البطولة هذه بالتوفيق للمنتخبات العربية. وش الوضع؟ اللي يتابع مباراة تونس أعطونا الوضع، كيف الوضع؟ مدربهم مستواهم سيئين، الخصم أسوأ كان. الآن أرجع أشغل الشوط الثاني، والله غبنا، فاتني الشوط الأول لكن عوافي. أهم شيء تونس مربوحة، إن شاء الله مربوحة تونس إن شاء الله، ديما تونس. انا شايف ان قبل اي حاجه بصراحه الرحمن الرحيم، بصراحه يعني بصراحه سواء انا او غيري او اي حد تاني، لازم كلنا كده نتلم ونهدى ونتبطل والليج ونلم بعضينا كده ونروح لعمي سامي طرابلس المدرب بتاع منتخب تونس ونقول له عمي احنا اسفين يا عمي، معلش والله احنا ناس جهله، ما نعرفش حاجه في الكوره والله يا عم، ما كناش عارفين انك مخبي الحلويات بتاعت منتخب تونس دي لكاس الامم الافريقيه، والله يا عمي ما كناش عارفين. ده منتخب تونس ده كان مفهمني ان هو ما عندهوش وهو عنده جوه، كان مفهمني ان ما فيش وطلع فيه جوه. ايه يابا سيبك من الجون اللي عكر الفرحه اللي هو جابته اوغندا في الاخر ده، يعني اللي هو ملوش اي 30 لازمه، بس ما شاء الله الله اكبر. يعني ما بين الفرق العربيه اللي لعبت سواء مصر ولا جزر القمر ولا المغرب، ده انت قدمت احسن اداء في الاربعه يا ابويا، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ده انت بادئ الماتش الاولاني سخن لدرجه انك تاني احسن اداء بعد السنغال تقريبا على مستوى بطوله كاس الامم الافريقيه. مبروك يا جماعه، مبروك يا رجاله. منتخب تونس اخيرا افتكر انه منتخب افريقي كبير. اجل يفوز، مش اي فوز، بالثلاث وبالمستوى الخرافي ليسي بالمباراة الأولى لإله افريقيا هذا الموسم. 3 أهداف، أداء مرعب. نسور قرطاج عادوا للمنافسة. الناس كلها تقول المغرب مرشح لكأس افريقيا، وتقول لك الجزائر كمان، وتقول لك كمان مصر. طيب وتونس يا اخوان؟ اقسم بالله تونس جالس تقدم كرة مرعبة. تونس تفوز على اوغندا يا اخوان بالرايق وبشويش 3-1. جالس عاشوري مع المنتخب التونسي والله يا اخوان ما شاء الله مرعب. جل هدفين وكل هدف احلى من الثاني، تمركز مرعب يا اخوان وانهاء مرعب. الاخير خرج بتقييم 9.2. لا واضح